لكن كابتن أحمد ما يأسفنا أنه عدد كبير من الرياضيين تعرضوا إلى الخطف وإلى القتل، يعني مثلا فريق التايكوندو اللي تعرض إلى خطف وقتل يعني بعد اختطاف طول يمكن فترة طويلة. ما قلت لك انه الموضوع هي مجموعة اجندات ومجموعة يعني مجاميع استخباراتية في داخل العراق كثيرة، كل واحدة لها اجندة خاصة، فمن ضمنها الرياضيين التايكوندو، اللجنة الأولمبية، أشخاص رؤساء أندية وأبطال، يعني كل واحد يمكن اليوم أي واحد عنده عداوة أحمد راضي يمكن ينفذ في أحمد راضي، يجوز شخص، يجوز عائلة، يجوز مجموعة. كيف تقيم الحالة الأمنية اللي موجودة الآن بالعراق وما هي تأثيرها على الحركة الرياضية؟ طبعا تأثيرها كبير، لأنه يعني اللاعب يجي من بيته ويروح للملعب ويرجع من الملعب ويذهب إلى بيته، فيها مخاطر كثيرة، ومرات انقطاع شوارع، مرات اقتتال في بعض المناطق، يتوقف التدريب في بعض الأحيان، لاعبين 3 يوصلون للملعب والباقي ما يقدرون يوصلون. أيضا الوضع الخدمات في العراق، ماء، كهرباء، راحة، حرارة، برودة، كل هذه تأثر على الحالة النفسية والبدنية للاعب. وأيضا مجرى المباريات، الخوف من التفجيرات في المباريات الرسمية، كل هذه اللاعب مرصود من يعني من المسلحين، كونه يمثل هذه الطائفة أو هذه الطائفة، فعدة مشاكل وتأثيرها كبير. ولذلك بدأت الأندية تأخذ المكانات الآمنة أو تجري معسكراتها في شمال العراق أو في سوريا أو في الأردن أو في مصر أو في أي مكان ممكن أنه يبتعد، خاصة بالنسبة للمنتخبات. هل أنت راضي بما قدمته الحركة الرياضية في هذه الظروف الحالية؟ يعني قياسا للناس اللي اشتغلوا بشرف وعمل مخلص، هناك كثيرين اشتغلوا بهذا الاتجاه ونجحوا والحمد لله، في اتحاد كرة القدم، في الأندية، في اللجنة الأولمبية، في بعض الاتحادات، نعم حققوا نتائج. لكن بالمقابل أيضا الناس اللي عندهم القرار اللي يمكن أن يدعمون الرياضة ما حققوا الشيء الكثير للرياضة وللرياضيين. كابتن أحمد، في الانتخابات الأخيرة رشحت لمجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية، ولكننا لم نراك تشغل أي منصب في هذه الجبهة أو في الحكومة، لماذا؟ الحقيقة للأمانة يعني أنا أقول لك أنه من ترشحت للانتخابات كان يعني ما كان ببالي أنه أكون ضمن مجلس النواب. كنت من المؤمل أنه تسلم حقيبة وزارة الشباب، بعدين ما توزعت الحقائب وأصبحت خارج الجبهة، عرضوا علي في التعويضية مجلس النواب، والحقيقة ما وافقت، لأنه يعني حسيت أنه مجلس النواب لديه التزامات كبيرة، وأيضا في نفس الوقت مخاطرة بالنسبة لي. أنا ما متعود يعني بغداد أمشي بحمايات وسيارات لكن كابتن، بجبهة التوافق يوجد وكيل وزير لوزارة الشباب والرياضة، لماذا لم يكن أحمد راضي؟ نعم، وأيضا عرض علي موضوع منصب وكيل وزير، لكن أيضا حقيقة ما رفضت، لأنه من أنا أشتغل مع وزير راح يجير كل عملي لهذه الوزارة ولهذا الوزير، ما راح يقولون والله وكيل الوزير مثلا أحمد راضي خوش وكيل وعمل بجد، لا، يقولون الوزارة المتمثلة. لكن نحن نعمل أو الوزارة تعمل من وكيل أو وزير أو مدير عام لخدمة الرياضيين أو المنتخب العراقي. ماني راح أقول لك شغلة واحدة، أنه الموضوع راح يجير، ولذلك يعني راح يكون كل تعبي ممكن أدخل في مشاكل، وأنا يعني مو من السهل أن أقاد، يعني أنا دائما تعودت أنه أنا أقود وأنا يعني أكون صاحب القرار، ومن أكون مهمش وقد يهمشوني يعني في دوري، قد أكون يعني في عدة مشاكل، أنا ما أحب هذا الوضع يعني بالنسبة لي كأحمد راضي، فابتعدت عن هذه المناصب وفضلت على أنه على أساس أنه أكون يعني أحد سفراء الحكي بيناتنا كابتن أحمد التعويضية ووكيل وزير.
كابتن أحمد، ماذا تعني الغربة لك؟ والله معاناة أكيد، يعني الآن أصبح الشعب العراقي معظم متغرب، ولكن هي معاناة بالنسبة لي. أنا الحقيقة من الناس اللي أعشق بغداد، وكنت في يوم من الأيام إذا عندنا معسكر أو بطولة إذا طول أكثر من 10 أيام أو أسبوعين يبدأ عندي الحنين للوطن ويبدأ عندي الكآبة، فلذلك ما كنت أتمنى أنه أفارق بغداد، لكن اليوم مجبر. ويعني للأسف يعني مجموعة كبيرة من العراقيين أصبحنا يعني حتى ما نحس بالغربة لأنه كثرة العراقيين. كابتن أحمد، كلمة أخيرة تريد توجهها للجمهور الرياضي العراقي؟ والله نقول لهم إن شاء الله يعني القادم يكون أفضل. إحنا أهم، يعني إحنا جزء بسيط من يمثل الشعب العراقي، ولكن جزء مهم يعني، ولكن أكو أولويات المجتمع العراقي، الأمن والاستقرار والخدمات وكل شيء، يعني هذه متطلبات الحياة، وإحنا حقيقة كمواطنين نشعر بها قبل ما نكون رياضيين. اللي أتمنى أنه من جماهير رياضية يعني تساند رياضيها، وأيضا تكون متواصلة مع الأندية ومع المنتخبات حتى تحيي العملية الرياضية في البلد، وأيضا وجودهم في الملاعب ووجودهم ومتابعتهم للرياضيين يعطيهم دافع أكبر، وأيضا يحسس الحكومة أنه أهمية الرياضة. ممكن أنه الحكومة تبدأ بدعم الرياضة بشكل جيد وبناء منشآت وتوفير الأمور المادية والمعنوية. يمكن كان استقبال الرئيس جلال الطلباني والسيد نور المالكي للمنتخب العراقي انطى حافز للرياضيين؟ لا، هو المفروض يكون الدعم قبل البطولة مو بعد البطولة. الآن هم استفادوا من الرياضيين السياسيين، ما فادوا الرياضيين يعني. لو الحالة انعكست، يعني نقول انه لو لا سمح الله خسر الفريق، يعني اللوم وين راح يوقع؟ على الفريق وعلى اللاعبين. لكن لا هم أثروا في العملية في الفوز، ولو خسروا هم كانوا يقول لك احنا يعني ما لنا علاقة، هم رياضيين ومفروض هم وضعهم غير جيد الفني وهم ما مؤهلين للفوز بالبطولة. فباعتقادي انه الرياضة يراد لها صحوة من الحكومة لبناء المنشآت، لدعم الأندية والمنتخبات والرياضيين وتوفير الجو الملائم. أشكر ضيفي الكابتن أحمد راضي كابتن منتخب العراق السابق. شكرا جزيلا كابتن. شكرا جزيلا لك، شكرا على هذا الحوار الممتع. كما أشكر مشاهدينا وأتمنى أن ألتقيهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.